احساس الاحباط. كل الناس طبعا اللي بتشارك في اليوتيوب او اللي بتفكر ان هي يكون عندها دخل او عائد من اليوتيوب ونشر المحتوى، اليوتيوب يا جماعة مش سهل انك تقدر تدخل عائد منه للأسف. لو اتكلمنا على التيك توك من الحاجات اللي بتقدر تدخل عليها دخل، بس التيك توك نفسه ما بيديكش فلوس. يعني التيك توك ما هي الا منصة عاملة زي البروكر كده او الوسيط، ان هو مديك مساحة او مديك فرصة او طريقة ان انت تعرض المحتوى بتاعك، تخش لايفات. من خلال اللايف دوت بيخش الناس اللي بتبدأ تدعمك بأيا كان نوع العملة اللي بيقدر تتحول معاك لفلوس بعد كده، او ان انت تقدر تعمل ماركتينج او تسويق لبعض الشركات او لبعض المنتجات اللي هم بيتواصلوا معاك دايركت، فانت تقول ده في بداية الفيديو بتاعك. لكن التيك توك في ذاته مش موقع بيدي فلوس منه لنفسه، عكس اليوتيوب. للأسف اليوتيوب من المنصات اللي لها دخل كويس، ولكن عايزة بال طويل وعايزة محتوى كويس يشد المشاهد. وحتى ان انت لو خدت بكل الاسباب دي فالموضوع عايز وقت، مش في يوم وليلة هتلاقي نفسك حققت شروط الربح. طب ايه هي اصلا شروط الربح لليوتيوب؟ شروط الربح لليوتيوب هما شرطين يعتبر هما الاساس، وفي شرط ثالث هقول عليه. الشرطين هو ان انت تحقق 1000 سبسكرايب، اللي هو يكون عندك 1000 مشترك على القناة بتاعتك، وتحقق 4000 ساعة مشاهدة. كلمة 4000 ساعة مشاهدة دي مش سهلة. يعني انا قابلت ناس قبل كده، في منهم اللي قال لي ان انت تحقق 1000 مشترك اسهل من 4000 ساعة، وفي منهم اللي قابلته قال لي ان انت تحقق 4000 ساعة اسهل من ان انت تحقق 1000 مشترك. هما الاتنين صعبين مش سهلين. يعني حتى الواحد لو جه قال ان هو ممكن يكون عنده الناس اللي يوصلوه ل1000 مشترك، دور بقى، دور في حياتك على 1000 واحد. لو احنا قلنا ان انت يعني مش هتعتمد على المحتوى بس، لان عشان تعتمد على المحتوى بس زي ما قلت لك ده محتاج وقت وعايز منك جهد وعايز استمرارية وعايز فيديوهات، قد تكون فيديو نهار وفيديو بالليل، اللي هو فيديوهين 3 في اليوم. لو قدرت تعمل دوت بحيث ان اليوتيوب نفسه يحس ان انت قناة مجتهدة بتقدم محتوى بيهتم بيه الناس، فيبدأ يعمل عملية ترشيح لفيديوهاتك على ناس تانية بحيث ان هم بعد كده يشتركوا عندك. فخلينا نقول ان انت حتى بقى لو مش هتعتمد على ده بس وعايز تدخل ناس تعرفه ويعملوا لك سبسكرايب، فده برضو مش سهل. انت عارف ان 1000 واحد عايز تدخلهم معاك، ان كل واحد تعرفه تقول له اعمل لي سبسكرايب. فانا شايف ان ال1000 سبسكرايب مش سهلين زيهم زي ال4000 ساعة مشاهدة. الناس اللي بتعمل فيديو دقيقتين و3 دقايق و4 دقايق، انت عايز كام واحد يشوف لك ده؟ يعني لو فيديو دقيقة واحدة فانت عايز 4000 واحد يشوف لك الدقيقة والدقيقة كاملة. انت متخيل الموضوع مش سهل؟ وانت عايز تكون بتقدم محتوى بيعمل عملية جذب المشاهد عشان اللي قدامك يتفرج على الفيديو من اول لاخره. يفضل ان انت كراجل مبتدئ انك تعمل فيديوهات من 8 ل 10 دقايق، لو وصلوا 12 دقيقة مفيش مشكلة. بس مين بقى اللي هيقعد يتابع لك ال 12 دقيقة؟ ومحتواك بيتقدم ازاي عشان اللي قدامك يقعد يتفرج على 12 دقيقة كاملين؟ فانا واحد من الناس مبتدئ في القناة بتاعتي، اوقات بحس بالاحباط، اوقات بحس ان انا الموضوع مش سهل، يعني مرهق جدا. فكرة ان انت بتعمل الفيديوهات، عايز تدور على الموضوع، عايز تدور على الكلام، عايز تدور على التسجيل الفيديو بتاعك. طب ما بدأت تسجل، عايز تستعين ببعض سواء صور سواء موسيقى في الخلفية، عايز بقى تمنتج الفيديو تقطع السكتات، وعايز تضيع اي صوت في الخلفيات. طب خلصت عايز تبقى طبعا تعمل ابلودنج للفيديو دوت وتعمل مؤثرات كويسة عليه. لا الموضوع مجهد جدا مش سهل. فانا اوقات حسيت بالاحباط في الموضوع ده، وان كنت اوقات لما بلاقي مشتركين خارج النطاق الناس اللي انا اعرفها اللي بقول لهم يعملوا له اشتراك في القناه بتاعتي، انا بكون سعيد جدا ان انا بلاقي في ناس بتأيدني او ناس بيعجبها المحتوى بتاعي فبتبدا ان هي تتابعني من تلقاء نفسها. ولكن انا اتمنى ان يعني اقدر اكمل. وطبعا الحاجه اللي نسيت اقولها هي فكره ان انت يفضل ان انت يكون عندك محتوى ثابت للقناه بتاعتك، بحيث ان انت تعمل عمليه جذب لجمهور معين او كاتيجوري معينه يبقوا متابعينك، ما يبقاش فيه تشتت زي ما انا بعمل في القناه بتاعتي. اتمنى ان انا ما يأسي، وبوجه الفيديو ده للناس اللي زحلاتة او في بداية القناة بتاعتهم. يعني الموضوع محتاج مننا صبر، محتاج ان احنا نستعين بالله ونستعين بمواضيع كويسة تعمل شد او جذب للناس اللي بتتفرج علينا.
ورجاء من الناس اللي بتشوفني او بيوصلها الفيديو لاول مره او بتشوفني لاول مره ان هي تعمل سبسكرايب، ما تكتفيش ان هي تتفرج على الفيديو بس او تشوف جزء منه بس. لو لقيت ان الموضوع محتاج توجيه بصوره معينه، اكتب الكومنت بتاعك، وجه الانسان اللي انت بتشوفه اذا كان في طريقه الالقاء او في انتقاء المواضيع بتاعته، واعمل سبسكرايب عشان ده مش هيكلفك حاجه، مش هيكلفك حاجه قد ما هو دعم. والشخص اللي بيعمل الفيديوهات وبيقعد ويشير ده وبيرفع ده بيحس ان في رد فعل ناتج عن الحاجه اللي هو بيعملها، فبيديله دافع او موتيفيت ان هو يكمل في القناه بتاعته بس. واتمنى ان الواحد يفضل مكمل.